بغمضة عين هو فيلم لبناني جديد بدأ تصويره في نص شهر أكتوبر، ومن كتابة هيام أبو شديد وإخراج سيف شيخ نجيب وإنتاج شركة رائد سنان. أما البطولة فلزياد برجي ودجى حجازي في أول تجربة تمثيلية ليها، بالإضافة لمشاركة الفنانة دانا وهشام حداد وغيرهم كمان من الممثلين اللبنانيين. زميلنا في لبنان راغب حلاوي قابل نجوم وصناع الفيلم في لقاءات حصرية للبرنامج. إخراج سيف الشيخ نجيب وكتابة هيام أبو جديد. ممثلين كتير، هشام حداد، أبو طلال، دانا، في كتير وجه جديد. البطلة طبعا دجى اللي هي كانت بالنسبة لنا خبرية شبه مقررينها انه يكون معنا بطلة وجه جديد بيعكس الفكر اللي احنا كنا انه نحكي فيه، انه احنا بنحب نفتح فرص، مع انه ريسكي هو بالنسبة لموضوع السينما. معك ساعة ونص تقنع الناس بهالممثل انه موهوب او لا، مش معك 6 شهور. ف بيحكي عن شاب لبناني اللي مؤخرا ما انحكى عنه كثير، الشاب اللي ربي بالحرب واللي بس بلش بده ينتج ويقدر يستثمر اللي تعب عليه. صار في حرب تاني وصار في ضيقه وصار في ربيع عربي. زياد كمان كلمنا عن سعادته بنهوض السينما في لبنان وعن منافستها للسينمات العربيه. النهضه مبسوط فيها كثير، بس بشكل عام اي شيء بتطور فيه بلدي انا بنبسط له، ونحن نستحق انه يكون عندنا تطور بهذه الميلة. زياد برجي نزل مؤخرا أغنية حبيبي وينه استعدادا لإطلاق ألبومه الجديد. كلمات أحمد ماضي، توزيع شريف قاسم، ألحاني، إنتاج استزواء الحلواني. إطلاق ألبومي رح يكون كمان في 3 أغاني من مصر، مع أغنيتين مع أستاذ الشاعر أمير طعيمة، واغنيه مع الدكتور حسين محرم. البطله قدام زياد هي دجى حجازي، واللي بتعتبر دي التجربه الاولى ليها في التمثيل. تجربه كتير حلوه، شيء جديد، مسؤوليه كتير كبيره. صار لي تقريبا فتره جمعتين عم بشتغل كتير. الفيلم اخذ لي كل وقتي. دجى كتير راهنوا عليها وعلى نجاحها لانها بتتمتع باطلاله جميله. اكيد الجمال كتير مهم، خاصه هلا بهيدي الفتره، بس انا برايي الجمال بلا شخصيه او بلا الموهبه ماشي ما بيصل الا لفشل. الجمال مهم وهو مفتاح، بس في قصص تانية أهم بكتير من الجمال. كتير شبهوا دجى حجازي بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، يا ترى رأيها إيه في التشبيه ده؟ هلا أكيد بنبسط، بس بفضل العالم تعرف عني كدوجة حجازي. أما منتج الفيلم رائد سنان فهو بيراهن بشكل كبير جدا على نجاح فيلمه الجديد بغمضة عين، وكشف لنا عن موعد نزول الفيلم. أول شيء أنا بعتبر طالما معي البطل زياد برجي أنا براهن على حصان كسبان يعني. فلما يكون معك نجم محبوب جماهيري مثل زياد برجي فيك تاخذ ريسك انك تطلق مواهب جديده. طبعا انت لا حيكون من لبنان. مبدئيا التارجت تبعنا انه ينزل فيلم على السنه، قبل بكم يوم بعد بكم يوم، بس هالحدود يعني عطلة الكريسماس راس السنة يعني ما حيتخطى هالشيء. لكن ممكن نهضة السينما في لبنان وكثرة الأفلام المعروضة تأثر بشكل سلبي على المنتجين وعلى إيرادات الأفلام. نحن كنا من زمان كان إذا انعمل فيلمين بالسنة بنقول والله في حركة بالسينما اللبنانية. هلا صار في تقريبا هالسنة بسنة 2016 في تقريبا تم إنتاج حوالي 16 فيلم لبناني. فهيدي شوي عم تأثر شوي على إيرادات الأفلام اللبنانية، لأنه للأسف يعني في دروب بالنمبر اوف ادميشنز للأفلام اللبنانية لعدة أسباب. أولا بعد المشاهد اللبناني بعد ما أخذ الثقة كاملة إنه ينزل يحضر فيلم لبناني ويعرف إنه ما حيخيب أمله يفوت، أوكي، بعد ما في ثقة تامة. بلس هو عدد الموفي جوورز، إن عدد الناس اللي بيروحوا بيحضروا فيلم لبناني هو ذاته، بس عدد الافلام زادت. فمثل قطعه الجبنه بدها كانت تقسم على 2 3 صارت تقسم على 16. ومن بين الفنانات اللي بتشارك في الفيلم كمان الفنانه دانا حلبي، واللي بتقدم شخصيه سوسن. بلعب دور سوسن. دور سوسن هي رقاصه بالحي، بس هي ما بتخلي حدا يعيط لها رقاصه ابدا، هي راقصه فنانه استعراضيه. سوسن هي حدا ما بيشبهني ابدا، مشيتها غير مشية دانا، ضفيرها غير ضفير دانا، نظرتها غير نظرة دانا، طريقة أكلها، طريقة حكيها، بتحكي بسرعة. حبيت الدور لأنه ما بيشبهني. دي مش أول تجربة لدانا في التمثيل، وسبق وكان ليها تجربة درامية في مصر.
أنا عملت تجربة، أول تجربة دراما بمصر برمضان، كانت مع النجم طلعت زكريا، بطولة بمسلسل بث مباشر، وهلا عم ينعرض حاليا على شاشة مهمة. ما احنا عملنا دعاية عبر روتانا. هيدي أول تجربة لإلي بالدراما بالسينما بالتحديد، ودور كتير كبير ودور كتير حلو. دانا عندها مشاريع فنية كتير كشفتها لكاميرا عرب وود. عندي 3 أعمال بعدني عم بختار من بيناتهم. عندي بروجرام مع ادوارد، عندي مسلسل اسمه عائلة نصيف مع أحمد فهمي، وعندي بروجرام على كمان بتحفظ اذكر الاسم على قناة كتير معروفة، بعدني عم نقي من بيناتهم. ان شاء الله خير. ما عندي مشكل انزل كليب وغنيه من وقت للتاني، او غني بفيلم او غني بمسلسل، انا ماني ضد، بس انا ما بقى ارجع اعمل حفلات على مسرح يعني. وقابلنا كمان مخرج فيلم بغمضة عين المخرج سيف الشيخ نجيب. الحقيقة اللي عم نحاول نحضره واللي عم نحاول نعمله انه نشتغل ببساطة. السينما هي مفتاح البساطة لنقدم حالة اجتماعية كوميدية خفيفة بدون مبالغات إلى حد ما، تحمل خط رومانسي، فيها صراعات طبيعية يومية بتصير مع الكل. بطلنا هو بيشتغل مهندس زراعي وموهبته الأساسية صوته حلو، والقدر اللي ببلداننا هو اللي ضخه بهذا الاتجاه، وعم تمر الأحداث بطابع كوميدي رومانسي عائلي. فيك تعتبر الفيلم عائلي. الجواب على سؤالك بأنه بضمن عجقة الأفلام اللبنانية. وبيشارك كمان في الفيلم مقدم البرامج والممثل هشام حداد، وكشف لنا عن دوره في الفيلم. مقدم البرامج وممثل. التمثيل بالنسبة لي ثانوي، يعني ثانوي، مش بالمجهود، مش قد ايه بعطي وقت للدور، مش قد ايه بعطي وقت للتصوير، مش بسعري، مش بهو، بس بموضوع انه انا عندي الاولويه تقديم البرامج. دور الفران الفران الضيعه، الفران الضيعه اللي بحب الرقاصه، والرقاصه دانا يعني، وبيحلم فيها وبيدافع عنها، ما بيخلي حدا يحكي عليها، وحلمه انه يرتبط فيها. ولما سألنا هشام حداد عن رأيه في نهضة السينما في لبنان، اعتبر ان النهضة لسه بدري عليها. مش هاي النهضة، انه في نشاط بالسينما، خلينا نقول نشاط بالسينما اللبنانية، نشاط ممهد للنهضة. هذا نشاط انا بعتقد ممهد للنهضة، منه نهضة، يعني نهضة، كلمة نهضة كلمة كتير كبيرة.